يا ايه همام في امستردام. اسم الكريم همام. فيلم مصري قديم للفنان محمد هنيدي، كلنا تقريبا عارفين الفيلم ده. الفيلم ده كان فيه اغنيه كده يعني بالنسبه لي ايقونيه، كانت بتقول ايه؟ لوحدها ما تسقف، ترمي جناح مكسور ما يطيش، ايد لوحدها ما تسقفش. ترمي جناح مكسور ما يطيش. بس قبل ما احكي لك اي حاجه عايزك تتقبل الهايبره اللي انا فيها. انا مهايبر عشان انا مبسوط. انا اللي حصل هناك ده عجبني، ايه كيفني، عارف اللي هو ايه، قول حاحه قول حاحه. انا متكيف بصراحه. انا متكيف جدا. انا عامل دماغ رباني يا معلم. الموضوع النهارده بص في الترللي. بس قبل كل الكلام ده ما تنساش تدعي لاخواتك بالنصر، تدعي لابويا بالرحمه، وعزيزي الصديق اهلا بيك في فيديو جديد. اهلا اهلا اهلا. ايه اللي حصل يا معلم؟ ايه اللي مهيبرني وايه اللي مكيفني وايه اللي عامل كل الكلام ده؟ هقول لك ان في مجموعه من الكلاب الضاله، يعني حتى مش كلاب بلدي. الكلاب البلدي يعني بنستفيد منها، سواء بنربيها للحراسه، بناكلها كبده وسجق، يعني الموضوع ايه ده كده هتطفش مني الزباين. ايوه كبد الكلاب اللي بتاكلها ده. المهم ان اي نوع من الكلاب ممكن تستفيد منه باي نوع من الاستفاده يعني. لكن الكلاب دي هي كانت مجموعه من الكلاب الضاله، ما كانش ليهم مكان، وجم عندنا وقال لك الكلاب دي ايه هتقعد هنا. طب يا معلم لا، يعني المكان ده فيه ناس وبتاع، ما ينفعش تقعد الكلاب دي فيه، دي كلاب ضاله مهما كان يعني. قال لك لا هنقعدهم، وبداوا ايه يساعدوهم لغايه ما انت عارف وصلنا لحد النهارده. المهم ان الكلاب دي بعد ما قعدت وخدت وضعها وترستقت، قالت لك احنا عايزين نشارك بقى في النشاطات الرياضيه. طب انتوا كلاب والنشاطات الرياضيه دي للبني ادمين، فهل عايزين مثلا تخشوا مسابقه الكلاب اللي كانت معموله في مهرجان الجونه مثلا ولا الحاجات دي؟ قال لك لا لا لا، عايزين نخش معاكم انتوا في الدوريات اللي هي البشريه. فافريقيا رفضت، اسيا رفضت، اوروبا قالت لهم لا تعالوا، احنا اصلا زي بعض فاهم، فتعالوا العبوا عندنا. فراح فريق من الكلاب ده، الفريق ده يسمى حاجه كده حيفا، مش هقول اسمه طبعا. المهم انه راح يلعب في الدوري الاوروبي ودوري ابطال اوروبا والكلام ده. من يومين كان في الفريق ده كان رايح يلاعب فريق من هولندا اسمه اياكس امستردام. راح يلاعب الفريق هناك. هم فاهمين ان هم في ارض اخواتنا ما بيقدروش فاهم يتكلموا غير في حمايه المسلحين والجيش والشرطه والحاجات اللي بتحميهم دي، لكن بره هم قال لك احنا في اوروبا، احنا في الام، في بلدنا الام. اول ما نزلوا هناك في هولندا بداوا ايه يعنصروا علينا ويشتموا في اخواتنا، وهنخلص وهنعمل فيكم وهنسوي. قبل الماتش باسبوع تقريبا في فيضان حصل في اسبانيا وراح ناس ضحيته كتير يعني. فهولندا قالوا ان الماتش او قبل ما يبتدي في دقيقه احداد هنقفها على روح ايه الناس اللي ماتوا في الفيضان. الفريق اللي احنا قلنا عليهم الدوج دول رفض ان هو يقف الدقيقه احداد دي. هو مش بس رفض، ده بدا يولع شماريخ ويعملوا صفارات عشان يشوشوا على الدقيقه احداد على ارواح الناس اللي مات. ليه بقى؟ لان اسبانيا من بدايه الموضوع وهي واقفه مع اخواتنا، فهم مش عايزين يقفوا بقى دقيقه احداد على ارواح الناس دي. قعدوا الماتش كله كده وعاملين شغب وحوارات وقله ادب، بس الماتش عدى زي ما عدى. وطبعا لان هم ناس يعني ليهم في كل نشاط نتيجه ايجابيه وحاجه ملهمه، اتغلبوا 5-0 بس. سجون لنج اللجن والتانية في ظهر السمون. يا عيني عليك يا نايم. 3 اليوم 4. لا 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 4 يا لطيف يا لطيف. المهم يا صديقي، بعد ما خدوا الخمسة على وشهم، اول ما طلعوا من الاستاد او الملعب اللي كان فيه المباراة دي، برضو نفس الكلام. اتجمعوا بدأوا يمشوا في شوارع امستردام، واي بيت يلاقوا عليه علم اخواتنا يطلعوا ايه يجيبوه يقطعوه على اساس كده احنا انتصر، احنا جامدين اخر يا ابن الهطلة دي قماشة، هي ليها قيمت يعني. القماشة اللي ورايا دي هي في الاول في الاخر قماشه، بس هي قيمتها عندنا فاهم. انا اعتز بيها، احتفظ بيها، مش عارف ايه. انت لما تقطعها انت ما انتصرتش، ما كسبتش حد، لسه الخمسه معلمه على قفاك اللي انت لسه طالع من الملعب بيها. فده ماله ده حرقك في ايه؟ فالمهم يعني ان اخواتنا اللي هناك، الجاليه العربيه اللي هناك، كانوا مجهزين ان هم هيقفوا زي وقفه احتجاجيه او يقولوا كلام فاهم معادي للناس دي، اللي هو رافضين وجود الناس دي هنا. بس ده اللي كان في النيه وفي الضمير. بس اللي حصل ان لما الجماعه دول قعدوا يقطعوا في الاعلام ويهاجموا اخواتنا الجاليه العربيه اللي عاملين تذمر، قال لك ما يلا يا ولا. قال له يلا يا ولا، احنا هنسيب اخواتنا في غزه لوحدهم؟ لا، ايد لوحدها ما تسقفش. وراحوا طالعين على الجماعه اللي بيقطعوا في الاعلام دول، مسكوهم
وبعيده عنك. اي والله بعيده عنك يا صاحبي. كان اللي بيفلت من ايديهم بينط في النهر. في هناك انهار في وسط الشوارع في هولندا، اللي بيفلت ينط، فهم بيقفوا له بره. عايز تطلع؟ عايز اطلع، ماشي يا سيدي هسيبك تطلع وهمشي، بس قول حاجه واحده: Free Palestine and we go. Good. بص طرب، يعني تحس انك متكيف. انا بقول لك قول حاحا، انا متكيف بصراحه، ده بجد. انت سامع يعني؟ هو علشان ينفد بروحه قال لك يا عم فري فلسطين، خلاص طلعوني اموت اغرق. طب لما انت ما عندكش مبدأ، بتزيد ليه من الاول؟ بتعمل فيها راجل ليه وانت يعني انت كل شطارتك لا اما تتشطر على حته قماش، لا اما جيش يرمي قنابل على الناس من بعيد، ما بينزلش يواجه في الارض. اما بينزل يواجه في الارض كلنا شفنا اللي بيحصل. فالمهم يعني ما كانش ده لوحده، هو كان هنا كان الشعار بقى بعد ما مسكوهم كده اهو، اي واحد معدي كان لابس تيشيرت تبع الفريق اللي هو اياه، يلبس جاكيت عليه ويقفل عشان ما حدش يعرفه. وللصدفه السوداء والزرقاء والوحشه انه كان لابس اصفر برضو الفريق ده. بس المهم ان ده اللي حصل وده اللي بسطني. في بقى ناس بتطلع، عارف انت اللي هو ايه، عارف الخازوق؟ والله العظيم هو يعني ده الوصف الوحيد. هم خازوق اهو. لقيته، لا هم دول بقى الجماعه اللي هو يقول لك ايه، خلي بالك اللي حصل ده بيخلي النتن ياخد شويه قرارات كده على اخواتنا وعلى حساب اخواتنا، اللي هو ايه، انت كده اديت له الفرصه انه يتمسكن ويقول شوفوا العرب بيعملوا فينا ايه، انا مضطر بقى ازيل واهد واضرب وبتاع، وخلاص انت اديت له حجه قدام المجتمع الهلولي. فطبعا الناس اللي بتتكلم دي زي ما قلت لك هم دول. ليه؟ لانه هو احنا امتى لقيناها احترم القوانين ولا احترم المجتمع ولا احترم ما هو دايس وهايس ولايس وعمال يزيط وهم بيساعدوه. ففكره انك تيجي بقى تعكر مزاجي وتعكر فرحتي وتقول بس كده هيستخدم يا عم تنيل، يعني انت لا ليك في الطور ولا في الطحين، فما تبقاش عامل زي البتاع لا ها ولا خليط من نجاسه. وبس يا معلم، تعال نكمل انبساط وندخل نشوف الاكسبلور بيقول ايه. لأي ست ولأي بنت من اسكندرية أو من خارج اسكندرية حابة تعمل حواجب، مش شرط الشكل ده، الشكل ده يعني هو ده كده شكل؟ وربنا انا فاكرك حاطه حواجبك في جراب يعني فاهم ان ده جراب كده بيحمل حواجب من الشمس او ممكن مايكرو بليدنج اللي هو شعرة هير باي هير، كل اللي انت عايزاه، رموش كل الاطوال وكل الكثافه لسه عاملاها حالا، توريد شفايف جميل جدا جدا جدا، بيقعد معاكي وبيغنيكي عن الروج. يا لهوي، يعني كل الحاجات دي هتبقى امال ايه الحقيقه؟ يعني انت فرقت ايه عن الموتوسيكل الصيني بقى دلوقتي؟ ان انا هجيبك شاسيه واقفلك في مصر، انت ما شاء الله جايه بالعظم وهنركب هنا بقى رموش وتوريد شفايف وتنزلي بحر اي مكان بيطلع زي ما هو، اللون اهو جميل جدا. انا عامله الحاجات دي كلها فين بقى؟ في بيوتي سنتر مملكه. لا بيوتي سنتر ليه وتكلفه ليه؟ ما انت ممكن تروحي لاي واحد بتاع فينش من بتاع الموتوسيكلات اللي هو بيفيم الموتوسيكلات والعربيات والكلام ده، والدنيا هتبقى في اللذيذ. الموضوع كله بلاستيك هيركب يعني. ما اللي بعده، عاوز حاجه يا حبيبي؟ انا رايحه اقعد عند صاحبتي شويه. لا يا حبيبتي عايز سلامتك، مع الف سلامه. اعوذ بالله من الانسان العبيط. انا تخيلت حاجات كتير دلوقتي ما ينفعش اتخيلها. يعني انا تخيلت ان هي مركبه، عارف المكنه بتاعت فوري اللي هي بتطلع لك كارت الفكه ده، انا تخيلته. عاوز حاجه يا حبيبي؟ انا رايحه اقعد عند صاحبتي شويه. لا يا حبيبتي عايز سلامتك، مع الف سلامه. ثواني بس، ثواني ما تاخدوناش في دوكا. هو مين في الحياه، مين بني ادم لما بيجي يكلم حد تاني بيبقى واقف كده ويقول له عايز حاجه يا ايه ده والله مش زمان كنا بنقف وش في وش كده عايز حاجه يا حبيبي انا رايحه وجايه وبتاع وحوارات وكده. اتفضلي انت يا حبيبتي، انا هقفل الباب وراك. ماشي يا حبيبي، يلا سلام. حضرتك واخده خبطه في الشاسيه، يعني عندك مشكله ما في الغضاريف. ماشي يا بابا، اقفل انت الباب وراك. مش سامعه، مش حاسه، يعني انت مش نازل منك ديل مثلا، انت نازل منك البرج الايقوني اللي هو في العاصمه الاداريه، فاهمه؟ يعني برج القاهره نازل من السويت شيرت بتاع حضرتك. رايحه فين؟ بتعمل ايه؟ والله العظيم بجد بتعمل ايه؟ عارف انت اللي هو ايه، الناس اخترعوا المراقبه 2001
فدول الناس سنه 2000 مثلا، فاهم؟ علي علي يا داليا. يا نهار ابيض. علي يا داليا. علي مال ابو محسن اللي في الدور الثالث يعني؟ مش فاهم. يا كابتن يا كابتن يا معلم جوه يا خاينه يا فندم. طب لم الورق طب اللي انت رميته قدام شقه الراجل ده. الراجل كتر خيره، هو حاجه وانت حاجه. يا معلم هذا الباب يليه مراتك وعلي، انت فاهم؟ فاحنا لما بنيجي هنا ونعرف ان مراتك وعلي جوه بنخش. مش علي يا داليا. خليك عندك لحظة واحدة ما تقلبش الفيديو. أنا عارف إن في ناس كتير قوي منكم نفسها تغير حياتها. عارف إن في ناس كتير قوي منكم نفسها تكون في حتة تانية. أنا النهاردة جايب لك الحل. والحل معاك هيكون في ابلكيشن اكسب حاسب واستنى عندك، ما تقلبش الفيديو وانا هغير حياتك وبتاع، عشان في الاخر واخد مبلغ تافه تطلع تضحك بيه على العيال الصغيره اللي بتتفرج عليك وتخليهم يحملوا برنامج بيضحك على العيال وبياخد فلوسهم. يعني نصب، واصلا يعني الطريق اللي انت بتدلهم عليه هو طريق حرام، فاهم؟ يعني حتى لو البرنامج ده مش هينصب وفعلا في تداول الحوارات دي بيودي العيال لسكك حرام. فكنت غيرت حياتك انت وما استنيتش برنامج زي ده يديك مبلغ تافه عشان تضحك على الناس وتشيل نفسك ذنبهم. والسوشي بقى، هو السوشي كده معناه انك غني فشخ يعني؟ سبحان الله. هات اللي بعد اكسب. انا بدات الرأس من هنا من عند عرابي ده، وربنا قال وفتحنا لك فتحا مبين. الحمد لله رب العالمين. اسكت الله يخرب بيت ابوك، اسكت. انت بدات ايه؟ معلش بدات ايه في الاول؟ انا بدات الرأس من هنا. حلو، بدات الرأس من هنا. ايه اللي حصل؟ وربنا قال وفتحنا لك فتحا مبين. يا بص هقول لحضرتك حاجه والله العظيم. عارفه ليه انا مش هنتقدك دلوقتي ولا اقول يعني كلام المفروض اقوله؟ عارفه ليه مش هقوله؟ احتراما لفرق السن اللي بيني وبين حضرتك. فتخيلي انا احترمت فرق السن اللي بيني وبينك وانت ما احترمتيش ربنا. قسيها بس كده وان شاء الله توصل لنتيجه كويسه. وحشتني يا حبيبي. لا والله ما للدرجه ده. الهندي ما يفكرش فيها يعني. شوف الافلام الهندي فيها خزعبلات ما يفكروش يعملوا دي. جوزها هيدخل هيلاقيك حاطط صورة واحدة في ورقة كده. حسين حبيبي. هو انت عندك ضيوف ولا ايه؟ دي صاحبتي نور. اهلا وسهلا يا استاذه نور. معلش عشان هي بتتكسف شويه وانت عارف. لا عادي، عامة انا مستنيك جوه. ماشي يا حبيبي. بسهولة كده ده انا واضح ان انا يعني قلة فتح الاكسبلور مضيعة عليها حاجات كتير. ده في هبد فني هنا للصبح يا معلم. اهلا وسهلا يا استاذه نور. مش ملاحظ ان استاذه نور مطبوعه A4 يعني ما جابتش معاك حاجه يعني؟ يا غبي حبيبي. يا ست انت لفتي لي العربيه كلها عماله ادفع عصي فلوس. امشي يا ست اطلعي بره. ثواني. امشي يا ست اطلعي بره. يا معلم انتوا في الشارع، اطلعوا بره. تروح فين؟ امشي يا ست اطلعي بره. اطلع بره انت اللي واقفه في الشارع يا اهبل. ده انت عيل مش متربي. ده انا معايا شحوطه طوله. صدقت ست قليله الادب. هات الشنطه دي كده مفيش شنطه للبيع. اطلعي بره. الحق يا زياد، الحق يا زياد. في ايه يا؟ وانا قاعد على الفرشه بتاعتي لقيت امك بتجيب خضار وبتاع الخضار اتخانق معاها. انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ فين بتاع الخضار ده يا؟ اللي على اول الفرن اللي هناك ده. ما تخلي بالك من المحل ها؟ هو ده زياد؟ يعني الماشيه اللي جايه علينا دي اللي رايحه تضرب بتاع الخضار؟ انا مش متفائل. حاجه
بقول لك ايه يا عم انت داخل عليها كده ليه؟ بلا داخله بلا دخله، انت بتمد ايدك على امي، ده انت هيطلع عين امك النهارده. عين امي؟ هي كلها بقت بالصوت ولا ايه؟ انا بفوقك، انا لو في حاجه هكلمك. اقفل دلوقتي اكلمك تاني. اتخانقتي في الشغل ولا ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ لا مفيش، انا ما اتخانقتش في الشغل ولا حاجه، كل ما فيها في واحد هز امي وجا عيل صغير قال لي رحت يا اسطى قام جه ضربني من دماغه ومغفلني. مغفلك يا زياد، مغفلك. يعني انت اللي رايح له وعارف ان هو مهزق امك وانت اللي رايح تضربه وهو اللي غفلك يا زياد. ما انا قلت لك الماشيه ما كانتش تدعو للتفاؤل خالص يا صاحبي. انت مال مناخيرك يا زياد؟ وبتروح لوحدك ليه يا زياد؟ ما امك مكلماني وحكيت لي على الحوار كله، وبعدين ما كلمتنيش ليه بتروح لوحدك؟ انت هتروح تجيب حقك يعني؟ هتقدر على الواد؟ ده انا اجي مع مية زي يا سعيد، ده جه مع امي يا اسطى وقال لي ادبوا عليها. اسمع بقى قفله الحوار ده. اسمع انت قفله الحوار ده من الاخر، عشان الهمبكه دي انا عارفها، اعرف ناس كتير كده اللي هو وفي الاخر بوم اصله غفلني يا زياد. انت هتروح تجيب حقك يعني؟ هتقدر على الواد؟ ده انا اجي مع مية زي يا سعيد، ده جه مع امي يا اسطى وقال لي ادبوا عليها. احنا عارفين احنا عارفين ان هو جه مع عمك وقال لي ادبوا عليها، فانت رحت له فضربك. انت مهلهل ليه؟ مش مهلهل وهلهوله، لا يعني بتهلل ليه؟ بتهلل انت رحت يا اسطى فاتضربت. ايه اللي انت زعلان انك اتضربت ولا زعلان ان هو جه مع عمك ولا زعلان ان الراجل بيقول لك مش هتقدر عليه؟ ما انت رحت راجل لراجل ضربك. اصل انا حافظكم وانا عارف النوعيه دي اللي هي بتقعد وانا هعمل وانا والحديد وفي الاخر يروح الخناقه يتضرب ويرجع بيعيط. عارفهم، انا شفت منهم كتير دول. خد هنا رايح فين؟ انت عايز تاكلني للواد تاني؟ ما هو ضربك لحد ما تبقاش غلبان بقى يا حبيبي، ما تسترفش تاني من دماغك، واي حاجه تكلمني عشان انا اللي بحط نفسي دايما يا زياد وانا اللي بجيب لك حقك. بالظبط، الله ينور عليك. شوف انت بتتكلم بسرعه وبتعلي صوتك، بس انا موافقك لحد ما تبقى راجل بتعرف تجيب حقك بدراعك. ما تهللش، ما تتكلمش كتير كلام انت مش قده. عارف اللي هو ايه بيقول لك ايه؟ لا تبقى قد كلامك لا تخلي كلامك على قدك. انما انا عشان معك نمره تسمع بيها سعيد وفي الاخر بتروح تتضرب، راح تجيب حق امك تتضرب. اقول لك على حاجه، حط لايك وخليك كبير. انا عاشق والهان وانا جاي من زمان يا حياة العين. لا احنا نقفل الكاميرا بقى احسن، العبط اللي انا